صراحة ما في أي صحة. أنا والأمير فيصل أخوان ونحب بعض، ومهما كان لو اختلفنا في وجهة نظر في النهاية يبقى رأي فيصل هو الأول، هو رئيس النادي. احنا دورنا فقط نصائحي، لكن في النهاية قبل نصيحتنا أو لم يقبل احنا وراه وندعمه وندعم النادي، لأن هدفنا ما هو بأننا من وجهة نظره هي الصح ونسوي شق في النادي. هدفنا أننا نوصل الرأي الصواب للأمير فيصل، وبعد كذا لما يقرر احنا كلنا نقف خلفه في هذا القرار إن شاء الله، وندعم النادي، وهذا أهم شيء. لا طبعا الدعم بيكون للنادي أكيد، لكن بلا شك احنا الآن قريبين من الفريق، وإن شاء الله بتحسن الأداء. سعد الحارثي نصراوي حيبقى نصراوي. أنا مدام جت فرصة وتكلمت أحب أكد لك إنه طلع الفترة اللي فاتت كلام إنه طلال مشترط وطلال أنا أكد لكم إنه كل الكلام عاري من الصحة ولا له أي أساس من الصحة. أنا بالنسبة لي تركت الوسط الرياضي إلى الأبد إن شاء الله، ولا نعود له في أي حال من الأحوال. يعني أنا برضو بأكد على كلامك، لكن عشان نحدد النقطة اللي أنت تتحدث عنها فيما يخص أن حضورك مشروط بإبعاد القريني والسلهام، صح؟ تتكلم عن النقطة هذه خاصة؟ أنا أتكلم بصفة عامة، أنا لا حد تكلم معي ولا تكلمت مع أحد، وكل الكلام اللي طلع إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة. أنا أكد لك وأقسم لك بالله أنه ما هو صحيح الكلام كله. قالوا اشترط ملايين مش عارف كم مليون، وقالوا اشترط فهد والهريفي معاي واشترط مش عارف إيه. كل الأمور هذه ما هي صحيحة، اللي أكد أنه ما هي صحيحة. أنا بالنسبة لي تركت الوسط الرياضي ولا النية العودة إن شاء الله. لو احتاجك النصر في يوم من الأيام في أي مكان إداري، والله يعني هل هذا قرار لا رجعت فيه منه ممكن؟ لا رجعت فيه. النصر يبقى حبي وعشقه وفريقي، ولا يمكن اني اترك نادي النصر او ما احب نادي النصر او الامور هذه. لكن مساله العمل في الوسط الرياضي صراحه البعد عنه غنيمه.